باختصار شديد وبمنتهى البساطة، أنا جاي أتكلم عن الثانوية العامة، وده سؤال ملوش إجابة حرفيا. اعمل لايك وفولو وروح خلص مذاكرة وتعالى نكمل. الثانوية العامة جملة كفيلة إنها تخلي بطنك توجعك سواء خلصتها أو لسه مخلصتهاش. أثر نفسي رهيب سايب بصمة في حياة كل واحد فينا، وفي ناس خلصتها بقالها سنين وما زالت بتحلم بكوابيس الامتحانات لحد دلوقتي. بس هو إيه اللي وصل الموضوع لحد هنا؟ وليه لسه مكمل؟ العلم عند الله. كفايه بقى، قرفنا، زهقنا، طهقنا. أنا جاي أصدمك وأقول لك حاجة مهمة ورزقي على الله. جاهز للمفاجأة؟ الثانوية العامة مش هي اللي هتحدد مستقبلك. لو ما بتذاكرش وحاسس انك في سكة 60% والكلام ده، فالمستقبل ده يا ابني بإيد ربنا. ولو انت بتذاكر وناوي تطلع الأول، مبروك، أحب أسقف لك وأقف وأقول لك برضو المستقبل بإيد ربنا. أمال أنا جاي أقول لك إيه؟ أكيد أنا مش جاي أهزر، يعني أنت مش سايب الكيمياء والفيزياء والجغرافيا كده وقاعد تسمعني على الفاضي، لأ. يعني هقول لك حاجة ما تقلقش. أول حاجة عاوزك تعرفها، نجاحك في حياتك الدراسية شيء، ونجاحك في حياتك العملية ده شيء تاني خالص. في وقت من الأوقات كان الاتنين مرتبطين ببعض ارتباط كبير، بس ده كان زمان. ليه؟ ببساطة لأن سوق العمل بقى احتياجاته مختلفة. طبعا انت مش فاهم حاجة وفاكر انك هتروح بشهادتك للشركات هتلاقيهم بياخدوك بالأحضان، وكمان فاكر ان مفيش منك كتير، صح؟ كنا عبط كلنا زيك. عادي، اعتبرني زميلك في المدرسة وهخش الامتحانات معاك السنة دي، بس سافرت رحلة سريعة للمستقبل ورجعت وهحكي لك أنا شفت إيه. حلوة الصيغة دي؟ تعال أقول لك يا صاحبي صاحبك شاف إيه لما راح المستقبل. أول حاجة شفتها إن الثانوية العامة مجرد نقطة في بحر في حياتي، وغير مؤثر تماما بالشكل اللي كانوا بيصوروا لينا، وإن النجاح في الحياة بعد كده بيتطلب منك مهارات وأدوات مختلفة تماما. يعني لو جبت مجموع أو ما جبتش مش هي دي نهاية القصة، لأ، دي لسه بتبتدي. والمفاجأة بتكون في إن اللي جاب مجموع كبير وإن اللي جاب مجموع صغير فرصهم في الحياة للنجاح متساوية. طبعا مش معنى كلامي إن الحماس ياخدك وما تذاكرش، يعني بلاش تلكيك. وقت ما الكلية هتنتهي هيجيلك إحساس غريب شوية، وهو أي شعور زائف بالإنجاز كنت حاسه هينتهي، وأي شعور زائف برضو إنك متقيد تبدأ في أي حاجة وإنت في الكلية برضه هينتهي. بتحس مرة واحدة إن العالم اتفتح قدامك وكل الطرق حواليك بقت جاهزة إنك تبتدي تمشي فيها، وده بيكون شيء مفاجئ الحقيقة. والاكتشاف الأعظم بعد الثانوية العامة إن بقى معظم الوظائف في الشركات الكبيرة اللي بتقبض كويس هو مش قصة أنت معاك شهادة إيه، لأن زي ما قلت لك اللي معاهم نفس شهادتك كتير قوي، بس الأهم أنت بتعرف تعمل إيه وإزاي. الشهادات مهمة جدا والكورسات طبعا، بس مش مهمة للشركات، مهمة ليك انت في انها تطورك فعلا وتخلي سوق العمل محتاجك وبشدة. مش معنى كلامي انك ما تاخدش كورسات وشهادات، لا خد طبعا، بس لنفسك. انما لو هتاخدها لمجرد مسمى وظيفي في السي في ملهاش لازمة، لانك هتقابل في مجالك عيال في الشغل بتطلع نار من بقها، وممكن تلاقيه اصلا كان جايب مجموع في الثانوية العامة والكلية اقل منك، بس في الشغل ما عندوش يا مرحميني. وخلي بالك ان ظهرت بعض الوظائف اللي بقت لا غنى عنها في سوق العمل، مرتباتها بقت عالية جدا، زي بعض الاقسام في الماركتينج والسيلز، ودول لو كنت شاطر فيهم هتلعب بالفلوس لعب. وشفت لك كمان في المستقبل فرصتك انك تسابق الكل كبيرة جدا، بس بتتوقف على طريقة ادارتك لحياتك العملية اللي قلت لك عليها، مش بالشرط ارتباط نجاحها بنجاح حياتك الدراسية. يعني هتلاقي صاحبك اللي بدأ شغل من أول ما دخل الكلية فرق جدا عن كل اللي في سنه، خبرة ووعي، تحمل مسؤولية، فهم وبص للحياة من نظرة هو عمره ما شافها قبل كده، كون علاقات وصداقات قوية، وممكن يصادفه الحظ ويقابل كارير هو عمره ما تخيل إنه يشتغل فيه ويبقى من أنجح الناس. والأهم إنه هيكتشف بدري نقاط قوته وضعفه في الشغل وهيشتغل عليهم من بدري أوي. ويا سلام بقى لو خد كورسات في المجال اللي هو قرر يشتغل فيه ويطور من نفسه واستثمر في دماغه. أنا هنا مش بقولك كورسات في الإنجليش والأوفيس، الحاجات دي المفروض تكون معاك، دي بديهيات أصلا. صاحبك ده هتلاقيه وصل في وقت قليل أوي لنجاحات كبيرة أوي. فحياتك ونجاحك في المستقبل مش متوقف على الثانوية العامة،
متوقف على اختياراتك وقدرتك على الالتزام والانضباط. حشائش السفنة ونهر المسيسيبي لو نسيتهم بعد ما تخلص الثانوية العامة عادي، مش هيحصل حاجة. بس المفاجأة الأكبر اللي أنا عايز أصدمك بيها إن محدش هيديك فرصة عشان أنت شخص جميل وموهوب وجبت مجموع كبير في الثانوية العامة. الفرصة في النجاح في حياتك ما بعد الثانوية العامة أنت اللي بتصنعها بنفسك، أو بتستنى تجيلك، ولو فضلت مستني ما بتتحركش ما بتجيش. وافتكر دايما إن السباق الحقيقي في النجاح بيبدأ بعد الثانوية العامة ما تخلص، وبتكتشف إنها كانت مجرد صفارة بداية لسباق كبير عاوز نفس طويل. لو وصلت لحد هنا، أولا شكرا إنك كملت الحلقة، ثانيا من فضلك روح ذاكر، ثالثا وده الأهم اشترك في القناة واعمل لايك وفولو، وارجع اتفرج عليا بعد ما تخلص امتحانات، هتلاقيني منزل لك حلقات كتير في سؤال ملوش إجابة. سلام.